السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم شيرين من قناة كريزي مامي. اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة. حلقة النهاردة ان شاء الله من ضمن حاجات يعني ايه سلسلة التوفير اللي احنا بنحاول نعملها. يعني ايه هنوفر كده النهاردة في حاجة كمان، زي ما بنحاول نوفر في الاكل وفي الحاجات دي ونقتصد شوية. هنقتصد كمان النهاردة في الصابون. صابون ايه هنعمل النهاردة؟ سائل المواعين مع بعض، بعيد بقى عن الزيت وبعيد عن الكلام ده كله. احنا هنعمله النهاردة بمكونين بس. يا رب ان شاء الله فيديو يعجبكم. يلا كده نشوف معانا هنعمل ايه. انا هشتغل النهاردة باللي هو اكيد سمعتوا عنه، اللي هو الصابون بتاع بهجة. ده مكتوب عليه اللي هو ده مركز صابون سائل بيخفف المفروض ب8 لتر مية. دول كده حوالي، كنت حاطة هنا حوالي 7.5 لتر، لان هو في ظهر الغلاف مكتوب 7.5 وقدام مكتوب 8. فانا هنا هزود كده ايه النص لتر الباقي ده اهو. كده انا زودت كده بقى معايا بالظبط 8 لتر. هوريكم دلوقتي على ظهر الغلاف مكتوب ايه. مكتوب انه 7.5، وزي ما قلت لكم قدام مكتوب 8. بصوا اهو قدام مكتوب 8 يخفف 8 لتر، وورا مكتوب انه بيخفف مع 7.5 لتر. هو مكتوب هنا اللي احنا نحط محتويات الكيس الاول وبعد كده نضيف عليه المية. انا كنت حطيت المية الاول وهبدأ افضي الكيس، وهنشوف بقى النتيجة هتطلع عاملة ازاي، وهقول لكم ايه الغلطات اللي انا وقعت فيها وايه كمان الحلول اللي انا ابتكرتها كده وانا شغالة في الصابون. تمام. اول حاجة كده اهو هبدأ ان انا افتح الكيس بتاعي. دول زي ما قلت لكم 8 لتر مية. خلاص هبدأ افتح الكيس ده مبدئيا كان ب20 جنيه، فهو لو مظبوط فعلا وحلو هيبقى موفر جدا طبعا. فتحت الكيس اللي انتوا شفتوه ده، الكيس اللي جواه اهو هبدأ افتحه برضو واوريهولكوا. هو كده اللي جواه فيه زي معجون كده، معجون صابون اهو. بصوا ريحة الليمون فيه قوية جدا، مجرد ما فتحته بس ريحة الليمون قوية جدا جدا. خلاص انا هنا قلت ايه بقى، بما ان المفروض كنت احط المعجون وبين احط المية، فقلت خلاص طب انا ايه هحط قطعة صغيرة الاول وابدأ ادوبها، وبعدين احط ايه قطعة في قطعة عشان ما تاخدش وقت معايا قوي في الايه في انه يدوب يعني. فحطيت جزء كده زي ما انتوا شايفين، هو متماسك جدا جدا، عارفين عامل زي السلايم كده، حتى شكله واحنا بنحطه زي السلايم. او حطيت الجزء ده كده زي ما انتوا شايفين معايا في المية، وهبدأ ان انا اجيب اي حاجة اقلبه بيها. انا هستخدم هنا معايا معلقة خشب اهو. بصوا دي معلقة خشب عادية، هبدأ ان انا ادوب في قطعة الصابون دي اللي انا حطيتها اهو. بصوا زي ما احنا شايفين كده، مش سهل خالص خالص انها تدوب. يعني بصوا انا اخدت في دي وقت طويل جدا عشان ادوبها. طبعا انا جريت الفيديو وشلت حتت كتير من التقليد ده اللي كان واخد وقت طويل جدا، وبرضو ما فكتش معايا. بصوا اهو بدأ يعمل بس رغاوي كده، وهي مش عايزة تتحرك، حتت بسيطة قوي اللي دابت معايا وانا بقلب كده اهو. بصوا اخدت وقت طويل جدا وهي مفيش فايدة. فانا قلت بقى ايه، قلت خلاص انا هعمل زي ما مكتوب على العبوة، هركن ده كده على جنب، وهبدأ اجيب بولة صغيرة شوية اهو. اوريكم كده هنعمل ايه مع بعض. هجيب بولة صغننة شوية وهبدأ احط فيها قطعة من الصابون اللي هو في الكيس بقى اللي انا لسه ما طلعتوش. قلت نجرب الطريقة دي نشوف ايه يمكن الطريقة دي فعلا الصابون بيدوب اسرع وبيفك معايا اهو. خدت كده برضو قطعة من المعجون ده، وهبدأ اخد شوية من المية، بس طبعا هاخد من المية اللي في الطبق ده عشان ما زودش المعيار قوي. قلت نجرب. يبقى اول حاجة، اول غلطة وقعت فيها اللي انا حطيت المية الاول، وده مش صح خالص، مش بيدوب وبيبقى صعب قوي. خدت بقى شوية مية من ده، وهبدأ اللي انا بقى ادوبهم كده
بصوا هتحسوا برضو معايا اهو، بصوا ان الذوبان كده اسهل. يعني بصوا مجرد ما حطيناه بدأ اهو اللي هو يفك. اي نعم برضو بياخد وقت جامد، بس مش زي ما نبقى حاطين المية الاول. انا بس هوسع لكم شويه عشان تبقوا شايفين معايا. بصوا التقليب اللي قلبته ده كله والصابون عامل ازاي في الطبق الكبير. هنا بقى اهو كده قلب 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 قلب، وهيبدأ انه ايه يفك معايا كده زي ما احنا شايفين. انا بس بوريكم الحاجات كلها اللي انا وقعت فيها وايه الحلول اللي عملتها والكلام ده، عشان اللي يجيبه يعمل الصح على طول وما يقعش في الغلطات اللي انا عملتها. بصوا انا شايفاه هنا بيفك اسرع كتير قوي من لما كنا عاملين العكس، بس برضو بياخد وقت كبير. بصوا انا بوريكم اهو الحتة اللي باقية معايا اهو، نفضل اقلب برضو اهو كده. هي فكرته اللي هو متماسك جدا، فمش بيدوب بسهولة خالص خالص يعني. يا بص انا اهو خلصت الحتة دي لسه بقدر بقلب كده عشان بشوف، بطلعه من الرغوة عشان اشوف فاضل قد ايه. اهو بصوا فاضل القطعة دي. فاول حاجة ان احنا نحط المعجون في الطبق وعليه المية، ده الصح. طب هنا بقى انا طلعت في دماغي فكرة، بما اني كنت زهقت بقى وخلاص مش عايزة اقعد اقلب تاني، فهعمل ايه بقى؟ بصوا هعمل ايه. هفضي بقى كل الجزء اللي معايا من المعجون بتاع الصابون ده في البولة، طبعا الايه اللي خلصته هنا ضفته على الطبق الكبير. وهنا بقى هفضي الجزء بتاع الصابون ده، وهعمل ايه بقى؟ غليت ميه في الكاتل وقلت هدوبه بميه سخنه، والله غلط صح مش مشكله، بس هدوبه بميه سخنه على الاقل هيبقى اسرع. طبعا انا كده مقدار الميه زاد عن ال8 لتر، لان انا خدت ميه سخنه عشان ادوب فيها الباقي ده. تمام اهو. بصوا بقى في الميه السخنه مش هياخد وقت خالص زي الميه البارده. هما طبعا مش قايلين الكلام ده على الغلاف، بس هي دي فكره ايه جت كده في بالي لما زهقت من كتر التقليب، قلت والله اغلي ميه وادوب فيه مش هيحصل حاجه، ايه المشكله يعني. اهو فضلت اقلب. كمان فكره حلوه لو عندك هاند بلندر، ممكن بقى تحطيه كله في الميه ومش هتحتاجي ساعتها ميه سخنه، بالهاند بلندر كده وتضربيه على طول. انا للاسف الهاند بلندر بتاعتي بايظه، فما عملتهاش بيه. فكرت في المضرب الكهربائي وبعدين رجعت قلت لا يخليني كده في الميه السخنه، وهتدوب معايا اسرع، بما ان كمان كان فاضل معايا القطعه الاخيره دي. ففعلا في الميه السخنه ده بتأسرع بكتير من الميه البارده. اهو بصوا هنا انا ما جريتش الفيديو عشان تشوفوا ان الميه السخنه كانت اسرع ازاي. لو جت في بالي فكره الميه السخنه دي من الاول كنت عملت كده، بس انا ما كنتش اعرف انه رخم في انه يدوب كده قوي. بصوا هو مفيش اي حاجه. بصوا باقي معايا الحته دي بس. بصوا هي اللي باقيه بس من القطع اللي انا حطيتها في الميه السخنه على طول. خلاص كده هو كده يعني معظم الصابون داب خلاص، مفيش حاجه تاني. هبدأ بقى اضيفه على الصابون التاني. زي ما قلتلكوا كده انا معيار المية زاد مني عشان رجعت حطيت مية سخنة على ال8 لتر اللي كنت حطاهم في الاول، فممكن الصابون يطلع خفيف شوية، فهنشوف. اهو بصوا ده خالص ازاي. اهو خدت بقى اللي انا دوبتهم في المية السخنة وحطيتهم على باقي الطبق، وده كده كان شكله. المفروض بقى اللي انا كده اسيبه ساعتين وارجع بقى عشان يكون اختمر. ده كده شكله، بس انا سيبته بصراحة لتاني يوم مش ساعتين بس. وده شكله كده النهائي معايا. ده الحتة اللي تحت دي اللي هي ما كانتش دابت في الاول خالص لو فاكرين في اول الفيديو. فهو عمل الكمية دي معايا. بصوا اهو، يعني لو حاسين انه خفيف شوية فده عشان طبعا انا زودت مقدار المية. هبدأ بقى اجيب الازايز بتاعتي واحطه فيه. انا عندي كده ازازتين كان فيهم صابون سايل، كل واحدة فيهم
2 لتر اللي هي اللي قدامي دي. فهبدأ كده احط فيهم ونشوف هيعمل معايا قد ايه. اهو دي كده اول ازازة، نمسحها بس عشان الرغاوي اللي نزلت دي. تمام. وبعد كده دي ازازة عادي من بتاعة المواعين اللي هي بتاعة ساتش اهو. اهو تمام. تمام. وبعد كده ادي الجيركن التاني الابيض اللي انا بقولكوا عليه اللي هو بتاع المواعين التاني، هنملاه برضو. رحت جايبة بقى ازازة من بتوع المية دي اللي هي 1.5 لتر برضو، مليتها اهو. بصوا بقى عمل معايا كمية قد ايه اهو. ودي اخر واحدة برضو كانت ازازة عندي قديمة، دي برضو 1.5 لتر انا هملاها. دول بقى شوية كده سبتهم في الطبق عشان قلت تعالوا نجرب مع بعض بقى نغسل بيه كده كام كوباية ونشوف وضعهم هيبقوا ايه. بصوا الرغوة الاول اهو، بصوا الرغوة. هغسل بقى الكوباية كده بالليفة وهشطفها وهوريكوا شكلها عامل ازاي. عايزة اقول لكم بصراحة ان نتيجته تحفة، عجبتني جدا. هتشوفوا دلوقتي شكل الكوباية عاملة ازاي من جوه. بصوا اهي ده من بره، بصوا من جوه بقى، بصوا بتلمع ازاي. ده منه هو بس والله، ولا ضفت اي حاجة ولا عملت اي حاجة. تعالوا كده هغسل كوباية كمان ازاز بقى عشان تشوفوه في الازاز احسن اهو. بصوا كوباية من اللي بتوع القهوة دول الصغيرين، هشطفها بالمية وهوريكم برضو شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا بتلمع ازاي، يعني فعلا فعلا لا مش خسارة في المجهود ولا التعب، بصراحة حلو جدا. تعالوا بقى اوريكم الكيس اللي ب20 جنيه طلع لي قد ايه. بصوا بقى طلع لي قد ايه. دول ازازتين، كل ازازة فيهم 1.5 لتر، ودول 2 لتر، ودول كل واحدة لتر، يعني طلعنا حوالي 2 4 حوالي كلهم، يعني قولوا مثلا تقريبا 9 لتر ونص. بصوا الكمية قد ايه. طبعا دلوقتي عارفين سعره وصل لايه. فبصوا بقى احنا وفرنا قد ايه كده دلوقتي اهو. ده كده من 20 جنيه بس الكيس بتاع بهجة ده طلعنا كل الكمية دي. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك بقى ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وانضمي لعيلتنا الصغيرة.